انا جربت السودانية، تعالوا. احنا بقى ايه النهارده بقى، جبت بقى ايه برضو السودانية، قلت بقى نشوفها تتعمل ازاي. هنعمل برضو نص كوب سكر، وبرضو النار هتكون واطية، وهنحط معلقتين مية، نص كوب سكر معلقتين مية، نص كوب سكر معلقتين مية، تمام. وبعد كده هننزل برضو نص كوب عسل، لو ما فيش نص كوب ممكن نخليها يعني ربع كوب عسل كده، بس انا صراحة نزلت بنص كوب عسل. وهنا اخيرا نزلت العسل. صراحة انا كنت قاعدة بلعب العسل، ما كانش راضي ينزل وما كنتش عارفة اعمل ايه. بعد كده انا هنا بقى نزلت العسل، وبعد كده بقى افضل اقلب اقلب اقلب، وافضل اقلب. الصراحه انا حسيت هنا برضو ان معلقتين الميه كانوا قليلين قوي على كميه العسل والسكر دول، قصدي يعني كتار قوي، وما كنتش المفروض احط معلقتين كبار كده. ورحت نازله بنص الليمونه برضو زي الناحيه التانية. والله يا جماعه انا شايله البذر من الليمون، مش فاهمه البذر ده بينزل منين. رحت برضو شايلاها، احنا مش هنخلص النهارده من بذر الليمون. شلتها، بعد كده فضلت اقلب. طبعا هنا غير الحمصية كانت بنحط فانيليا، هنا مش هنحط فانيليا. وهنا الكمية غير الكمية الناحية التانية. انا هنا الصراحة برضو ما كانش كويس القوام ده، فسبتها على البوتاجاز بقى لحد ما وصلت للقوام ده، وفضلت اقلب برضو. انا قلت هنا بس انا كده اتحرقت مني الصراحه. انا عشان كترت في المية ما كانتش راضيه تتقل، فعملت معايا كده بقى في الاخر. فرحت جايبه بقى السوداني. يا جماعه احنا طبعا جايبين سوداني مش مملح ونقشره، ماشي، سوداني مش مملح ونقشره، يا ريت نركز، ماشي. انا بقى حطيت كميه قليله الصراحه برضو من السوداني على البوتاجاز. انا هنا ده كله موطيه، ماشي، يا ريت ناخد بالنا يا جماعه. ونزلت عليها بالسوداني، انا قشرت السوداني طبعا، في حاجات كده ما كانتش راضيه تتقشر، بس حطيت برضو كله وفضلت اقلب. برضو ادركت اللي برضو الميه كانت كتير بسبب اللي هنا، بصوا كانت العسل كان كتير، السوداني كان قليل على العسل الصراحه، والعسل كمان ما كانش تقيل معايا. فنزلت عليها طبعا انا السوداني على الصينيه وكده كوب دون زيت. هنا بقى نشوت، انا سبتها تبرد طبعا وكده. حاولت بقى اطلعها من الصينيه زي الحمصيه، مش راضيه، مفيش، لا حياه لمن تنادي، بصوا مش راضيه. فانا الصراحه عملت ايه بقى، احب اقول لكم التجربه دي. انا هنا حاولت معرفتش، فجبت طبق سخن وحطيت عليها الصينيه، فطبعا الطبق اللي فيه الميه السخنه البخار طلع على الصينيه من تحت، فلين الدنيا معايا وخليني في الاخر اطلع السوداني. بس كده.